السلام عليكم ورحمة الله. حبايبي واخواتي في كل مكان، رجعنا لكم مرة تانية بقصة جديدة. من سنة 81 لسنة 2011 30 سنة الشعب عمال يعبي جواه، عمال يعبي من ظلم، من فقر، من فساد، من بطالة، من غلو معيشة. كل دي حاجات خلت الشعب ان هو مش طايق نفسه. علشان كده كتير من الشباب كانوا قاعدين على السوشيال ميديا، سواء كان فيسبوك، تويتر، بدأوا إن هم يتكلموا مع بعض، وقرر الشباب وقرر الشعب إن هم ينزلوا مظاهرات ضد النظام اللي كان موجود 30 سنة. نظام محمد حسني مبارك قعد 30 سنة ماسك حكم مصر، وفي أخطاء كتيرة وفي أحداث كتيرة هنعرفها بالظبط. الشعب بعد ما قعد على السوشيال ميديا قرر إن هو ينزل يوم 25 يناير 2011 في عيد الشرطة يعكنن على الشرطة المصرية، وقرر ان هو ينزل يتظاهر ويعبر عن رأيه ان هو مش عايز نظام محمد حسني مبارك. ايه اللي حصل؟ بص معايا، نزلت المظاهرات في كل مكان، وخاصة بدأت عندي من القاهرة العاصمة، في ميدان من اشهر ميادين مصر، ميدان التحرير. اتجمع الشباب في ميدان التحرير، وبعد كده بدأت تسمع المظاهرات في كل محافظات مصر، اسكندرية، دمياط، السويس، كل المحافظات بدأ الشعب المصري انه ينزل الميدان. واجتمع في اكبر عدد للمصريين في جمعة الغضب. جمعة الغضب 28 يناير دي الاشتعالة بتاعت الثورة، دي بداية الثورة الكبيرة. ده كان اكبر عدد للمتظاهرين في الميادين. الشعب قال لك انا مش همشي، وقعد الشعب في الميدان واعتصم في الميدان. واكتر هتاف كان عند المصريين ساعتها: عيش، حرية، عدالة اجتماعية. الشعب كان مغلول من جواه، وكان عايز يفضي الغل اللي جواه. ازاي؟ ايه اللي حصل؟ الشعب بدأ ان هو ينزل ويتصارع مع الشرطة، وحصل صراع كبير ما بين الشعب وما بين الشرطة. عشان كده انسحبت الشرطة خالص من الشوارع، وهنا حصلت فوضى، حصلت ضرب امني في كل حته في مصر، بقى في فساد في كل مكان، حراميه انتشروا وما صدقوا طبعا لان ما فيش شرطه. لدرجه ان في حاجه ساعتها حصلت ودي اللي بوظت الدنيا خالص، ان الحكومه بتاعت مبارك فتحت باب السجون للمساجين، ومن هنا بدات المدعكه. ايه اللي حصل؟ كل حته بقت ما فيهاش امن بربع جنيه. يعني مثلا كارفور دخل واتسرق، المحلات دخلت واتسرقت، كل حته بقت بتتسرق. علشان كده الشعب نزل بنفسه علشان يأمن المكان اللي هو قاعد فيه. كل ناس في منطقة معينة اتجمعوا ونزلوا على أول منطقتهم، كونوا حاجة اسمها لجان شعبية. ايه هي اللجان الشعبية دي؟ دورها حاجتين، هم نازلين علشان يحموا المنشآت والبيوت بتاعتهم. أحمي بيتي، أحمي عرضي، أحمي شرفي، أحمي كرامتي، علشان مفيش أي حد يدخل عليا وأنا قاعد وقافل الباب ويدخل يهاجم. اللجان الشعبية بدأت تحمي المنشآت وتواجه على قد ما تقدر أعمال السرقة والحرب. بس طبعا الشعب مش قادر يعمل كل حاجة لوحده، علشان كده كان دور كبير من القوات المسلحة. الجيش المصري كان ليه دور كبير في الوقت ده. نزل الجيش المصري إلى الميادين، بدأ إن هو يأمن كل حتة، يأمن الممتلكات العامة، يأمن الممتلكات الخاصة، يحاول إن هو يحافظ على أمن وسلامة الشعب المصري وأمن سلامة المواطن. الثورة دي قعدت 18 يوم، 18 يوم فوضى زي ما احنا قلنا، 18 يوم الشعب مش عايز يمشي، والشعب عايز يسقط نظام محمد حسني مبارك. ومن هنا حاول مبارك على قد ما يقدر ان هو يمتص غضب الشعب، وقال ايه؟ هيهدي الشعب شويه. طلع قال: اهدوا يا مصريين، ايها الشعب المصري، واحده واحده، مالكم في ايه؟ بصوا، انا هغير الحكومه خالص برئيس الوزراء والوزراء، وهعمل حكومه جديده. اول حاجه: يا عم احنا مش عايزينك انت، امشي ارحل يا مبارك، ما انت عايز تعمل حكومه جديده وانت برضه الرئيس. تاني حاجه قالها: ان انا هعين نائب للرئيس، يعني نائب ليا، ما هو برضه نائب ليك وانت برضه الرئيس. يا عم احنا مش عايزينك. وما قدرش نظام مبارك انه يمتص غضب الشعب، وفضلت الثوره مكمله، فضلت الثوره مكمله، واشتعلت الميادين اكتر، واشتعل الثوار اكتر. وعلشان كده في وقت من الاوقات يوم 11 فبراير 2011 طلع واحد واتكلم وقال: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المواطنون، في هذه الظروف العصيبة
التي تمر بها البلاد، قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية، وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد، والله الموفق والمستعان. وأول ما سمع الشعب المصري الكلام ده، من هنا بدأت الاحتفالات في كل الميادين، بدأت الاحتفالات في كل البيوت المصرية. فرح الشعب المصري إن هو قدر إن هو يحقق حاجة بنفسه، وقدر إن هو يمشي نظام استمر لمدة 30 سنة. كده مبارك اتنحى. مين اللي هيمسك الحكم؟ اللي مسك الحكم فترة مؤقتة قبل ما نختاره بقى رئيس ونعمل انتخابات الجيش. القوات المسلحة تسلمت السلطة لغاية ما واحدة واحدة بدأنا إنها نعمل انتخابات، وبدأ الشعب المصري إن هو ينزل وينتخب لغاية ما تم انتخاب وفوز الرئيس محمد مرسي.